هل هلالك شهر مبارك، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. معلش انا عارف ان هي جت متأخرة شوية، بس معلش late better than never، مش كده ولا ايه؟ نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. مارتن يول بدأ اللقاء بشريف إكرامي في حراسة المرمى، قدامه أربعة، من اليمين الجوكر أحمد فتحي، رامي ربيعة والصخرة سعد سمير قلبين دفاع، صابر رحيل باك شمال، قدامهم اتنين حسام غالي وحسام عاشور، قدامهم تلاتة عبد الله السعيد، على شماله مؤمن زكريا وعلى يمينه الحاوي وليد سليمان، تحت مهاجم وحيد مليك إيفونا. بغض النظر عن أول هجمة للداخلية اللي كانت كالعادة من ناحية صبر رحيل، إلا أن فاروق جعفر كان نازل الماتش مقفل وكان بيلعب على الهجمة المرتدة، بس للأسف خطته فشلت. واحد هيقول لي بتقول للأسف ليه؟ ما كويس إن هي فشلت. هقول لكم علشان الأهلي ما كانش عارف يهاجم الشوط الأول، وبكده مفيش هجمات مرتدة لأن مفيش هجمات أصلية أصلا. المستوى الفني الهابط في الماتش ده كان متوقع، وده لسببين. أولهم فترة التوقف الطويلة من ساعة ماتش المقاولين لحد ماتش الداخلية، والسبب التاني انه اول ماتش للعيبة في رمضان السنة دي ولسه ما تعودوش على الاجواء بتاعت ماتشات رمضان. قبل كده اتكلمنا في نقطة عبد الله السعيد وان مش كل حاجة الشوط، يعني الكورة دي مثلا كانت هتنتهي بشكل احسن بكتير من كده يا عبد الله لو بصيت على شمالك وبصيتها لصابر رحيل الفاضي تماما، كنت ممكن تطلعنا الشوط الاول كسبانين 1-0، وده كان هيفيدنا جدا في الشوط التاني. ابتدى الشوط التاني بنفس عشوائية او خلينا نقول العقم الفني بتاع الشوط الاول. ضيف على كده اصابة واحد من اهم ركائز الاهلي في الموسم ده كله اللي هو عبد الله السعيد، وده خلى مارتن يول ينزل رمضان مكانه ويحطه في مكان وليد سليمان، ويجيب وليد في نص الملعب تحت راس الحربة مكان عبد الله السعيد. وده خطأ لو تعلمون كبير، لان مارتن يول قتل الحاوي بالمكان ده، لان خطورة وليد سليمان كلها بتكمن على الاجناب مش تحت المهاجم. غوطنا شوية في نص الشوط التاني وحسيت بشبح ماتش وادي دجلة بيهفهف حوالين الماتش، لغاية لما لقيت حسام غالي بيعمل ثرو باس بيلخص فيه اسم وتاريخ لاعب كبير اسمه حسام غالي، وبكل عقل ومهارة ولياقة من الحراق بيكسر نحس الماتش ويدي الجول الاول لمليك إيفونا، اللي بعتبره افضل صفقة افريقية جت في مصر من ايام الثنائي الانجولي. ما يعديش كتير والاسد يضرب من جديد بجول من طراز رفيع المستوى. محدش يتصرف في كورة زي دي وبالشكل ده غير لعيب كبير قوي، وحط تحت كلمة قوي دي 3-4 خطوط. بعد ما استريحنا واطمنا على نتيجة الماتش، جه الهولندي مارتن يول وصلح خطأه بتغيير الحاوي ونزول صالح جمعة علشان يطمن كل جمهور الاهلي اللي انا منهم على مركز صانع الالعاب في الفريق. لاعب زي صالح جمعة بامكانياته دي ولمساته وبساطه دي ما ينفعش ما يلعبش الفترة اللي جاية، خصوصا بعد ما اتأكدنا من غياب عبد الله السعيد لنهاية الموسم بسبب الاصابة. الثروهات والبساط وفتح اللعب اللي بيعملها صالح جمعة ما شفتهاش قبل كده غير في لاعب واحد بس اسمه محمد ابو تريكة. فهل يا ترى احنا في المستقبل مكتوب لنا ان احنا نشوف ابو تريكة جديد؟ يا رب. عارف ان هلاقي ناس بتهاجم رمضان صبحي وهيقولولي ما اتكلمتش عنه ليه، فحابب اوضح حاجة. رمضان بيلعب كل منتخبات مصر، والاهلي فريق اول وبيمتحن ثانوية عامة وسافر يعمل عمرة ورجع تاني، فياريت يا جماعة نعذره، لان رمضان اصلا لو قسم دوره في الحياة على 3 التلاتة هيتعبوا. سؤال الحلقة بقى، ايه هي افضل صفقة افريقية جات في تاريخ مصر من وجهة نظرك انت من بعد الثنائي الانجولي جيلبرتو وفلافيو؟ ياريت تعرفوني تحت في الكومنتات.
الكلمتين دول بقى للناس اللي لسه مشغله الفيديو لغايه دلوقتي، انتم بالنسبه لي احسن حاجه في الدنيا دي والله. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله انتظروا مني تطور في المستقبل القريب قوي يكون عند حسن ظنكم. ولو في اي مواضيع كرويه تحبوني اتكلم واتناقش معاكم فيها سيبوها لي تحت في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليه بلايك وشير في الخير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وسبسكرايب في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصل لك الفيديو اول باول. كان معاكم ابراهيم شعب اللي هو هيما تيوب. سلام.